السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة أحوالكم؟ يعني تأخرت عليكم مو؟ أهلا بيكم بالحلقة الخامسة من مفتهمين غلط. اكو سالفة مال بنية تطلع شعرها من فوق، يعني من فوق الحجاب، أو تطلع شعرها وقذلتها وهي محجبة. حبيبتي ايش تحسين؟ يعني يمكن اكو آية نزلت تقول طلع قذلتها حلال، أو يمكن حديث نبوي شريف اكو موجود يقول الشعر كله حرام ما عدا القذلة الفوق حلال. لك بابا انت لو تذبين الحجاب احسن لك، لو تذبيه لو تلبسي، عيب عليك شوهتي صورة الإسلام. زين أريد أسأل السؤال، أنت لابسة الحجاب خوفا من أهلك لو خوفا من الله؟ أكيد خوفا من أهلك، لأن لو تخافين من الله ما تطلعين شوي من شعرك. يابا قولي لهم لأهلك ترى أنا مو قد الحجاب، خله نزعة وبعدين أتحجب. بس من تلبسي وتشوهين صورته تصيرين لا مفتهمة غلط، لك مفتهمين غلط. اكو سالفة تقول إذا تعيش برا تعيش بغربة، يا الله، ولكم هو اللي يعيش هنا بغربة. يعني والله بالعكس هنا بالعراق أنت عايش غريب. عتقول إنك غريب، كيف تكون ابن خالي؟ هنا من يحترمك انت؟ لا ناس تحترمك ولا حكومة تحترمك. اكو واحد يحترمك مثلا من تفوت مستشفى؟ حقوق الانسان كلها ما موجودة بهالبلد هذا، بالعكس اصلا برا تعيش يحترموك اكثر من سكانهم. فاللي يقول انا عايش برا وعايش بغربة، لا حبيبي انت كذاب، انت ما عايش بغربة. بس انت مأثر عليك اغنية حسام الرسام سمعته بغداد وهيك تحس يعني بغربة. انت مرتاح متونس، لك مفتهمين غلط. اكو ناس ياخذون حبوب مانع شهية حتى شنو والله، حتى يضعفون. اقول لكم بالله انتم هم عندكم عقل؟ لك هي شنو هي الشهية؟ الشهية عافية، الله منطيك عافية، شلون تروحها بهالحبوب؟ بس فهمني. هسه فكر وياي، اللي يتمرض مو يقوم ما يشتهي؟ ليش ما يشتهي؟ لان مريض. اذا عدم الشهية مرض، وانت تتمرض نفسك على مود تضعف. اخويا اكو كومة طرق للضعف، لا تتقرب للادوية لان كلها اعراض جانبية. مفتهمين غلط. اكو سالفة صدق قاهرتني وغاثتني، سالفة اسمها العلوية والسيد. اني افوت على الفيسبوك او على الانستغرام خصوصا، يعني القى بنية اسمها علوية. طبعا هاي العلوية تجذبني، لك علوية، لك بنت رسول الله، فاسوي لها متابعة. المهم اطب على هاي العلوية، بوع صورها كلها طالع شعرها، لو لابسة لك قصير وطاقة صورة لبوزها ورجلها وجسمها والكل شيء. وكل هاي الشغلات تلقاها كاتبة علوية مو سوية، انه بيدقك مو سوية. انت تعرفين ايش تسوين هسه؟ انت شوهتي سمعة بنات رسول الله العلويات. انت المفروض من تكتبين هيك المفروض تلتزمين بيه من تكتبين علوية وموسوية، لان هذا الشيء بصراحة فخر الك تكونين علوية وموسوية، مو تطلعين جسمك وشعرك. يعني احسن لك تشيلي هالاسم، شيلي علوية وموسوية. مو كاتبت لي علوية وموسوية وصورك كلها طوط. لا وهذا السيد وتلقاه يبربع ويسكر، انه بيصحوا له السيد. لك مفتهمين غلط. مرات اني افتر بالشارع او افتر يعني على الشارع العام مثلا، او اروح لفد منطقة والقى لك محل كاتبين فوقه شركة النور للتصوير. ابوع لك على الاسم شكوبرة شركة النور للتصوير، تبوع لك على المحل 4 مترات يمكن بمترين. زين حبيبي وين كاتب؟ وين الشركة بالموضوع؟ انت كاتب شركة النور للتصوير، وين الشركة بالموضوع؟ فهمني. لو هاي افران صمون ابو علي، افران صمون السعادة، اسواق حمودي، لا يعني مسوي لهم علامات ماركة مسجلة. يعني اقول لكم ايش بيكم انتم؟ ترى ماكو داعي تسوون اسماء وشركات واسواق ابو جبار واسواق حسوني وافران صمون ابو مختار. هي محلات عادية، ايش فاتح لكم شركات؟ ومن يعرفكم انتم؟ بس فهموني. هسه بغير دول مثلا الصيدلية ما يكتبوها صيدلية فلان، لا بس يكتبون صيدلية. حتى لو صيدلية بصف صيدلية بصف صيدلية يكتبون بس صيدلية. ما يكتب لك صيدلية الرحمة، صيدلية المودة. ومفتهمين غلط. طبعا اكو سالفة غاثتني بالعراق، يعني بصراحة هيك فورة دمي، مال الكبير يصعد بالصدر. ترى واقفة ها؟ يعني مثلا اروح انا وابويا وعمي الكبير في فد مكان والسيارة منتظرتنا بالباب. ابويا شو يقول له لعمي؟ اصعد بالصدر. لا ذاك يقول له لا ما يصير تفضل، يقول له لا والله ما يصير تفضل، وذاك يقول له لا ما يصير تفضل. يعني يتعازمون على الصدر. ادري شنو هو صدر مال الدجاج؟ هو صدر مال السيارة. يعني يظلون تقريبا ربع ساعة واحد يقول له لا تفضل، وانا بعد شوي اضرب راسي بالقاع. بس فهموني هو شنو الاحترام بالصدر؟ هو اصلا بس الزعماء يقعدون اللي ورا، واللي يقعد بالصدر هذا يجي شلون يفتح لهم الباب او الحارس الشخصي. مفتهمين غلط. مرات ابويا يقول لي يا ابني اهم شيء الشهاده، حتى اذا ماكو تعيين اهم شيء شهادتك. يعني بربكم مو ظلم. اخلص ادرس تقريبا ايش كم سنه؟ اول ابتدائي، ثاني ابتدائي، ثالث رابع ابتدائي، خامس سنه، يعني ادرس 12 سنه وتلحق 4 سنوات كليه، 12 13 16 سنه ادرس وتاني متى اقعد بالبيت؟ لو مشتغل 16 سنه مو كان ما ادرس كان هساني ملياردير.
كان هسه فاتح مدرسه. شنو بالله مهندس يبيع لفات قص؟ لو خريج شهادته ايش كبر هاي يشتغل بفرن ما صمود. يعني هذا بلد هذا ويقول لك ليش ما تدرس؟ ليش ما تقرا؟ ليش ما تنجح؟ انا ما لك واهس. حتى لا تقولون ليش الشباب يهاجرون ويطلعون تهريب وكله من وراكم. حق ذا كل حقوقه مبيوقه، طبعا ينهزم. يا حكومه انتم مفتهمين غلط. بنهايه الحلقه اريد اعلمكم على شغلات بصراحه هم غاثتني وهم الناس مفتهمتها غلط. ركز علي حبيبي وافتح دماغك. اكو ناس تكتب ان شاء الله هيجي، مثلا من واحد تكتب له اليوم تجي يكتب لك ان شاء الله. شلون يكتب لك اياها ابوع؟ شلون يكتبها؟ يكتبها هيك ان شاء الله، يكتب هيك يكتبها. ان شاء شنو حبيبي؟ هي شنو بدنا نمتحن عربي؟ ان شاء شنو؟ لو اكو ناس تكتبها هيك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شنو حبيبي؟ عمي ترى حرام انتوا بدكم تلعبون اللعب، تدرون لو لا؟ ركز علي وافتح دماغك. ان شاء الله هيك تنكتب باوع. ان شاء الله، ان واحد وشاء واحد والله واحد. ان شاء الله، شاء يشاء يعني الله يشاء على فد شيء. ان شاء الله معناها بالعراقي يعني اقول لك اياها اذا الله راد، معناها ان شاء الله معناها اذا الله راد، فهمت؟ واكو ناس من تقول له صلي على محمد وال محمد هيك يكتب لك اياها باوع. كاتب لك يا الله مصلي على محمد وآل محمد، هيك يكتب لك اياها. يعني ابوه على تعليقات الفيسبوك تشبع ضحك. الله مصلي شنو بس فهمني حبيبي. الطريقه الصحيحه هيك، ركز علي. اللهم صل وليس صلي، صل وعليه جوها كسره. صل على محمد وآل محمد مو وآلي. نحول على الجمله الثالثه مال الحمد لله. اكو ناس بالفيسبوك يكتبوها هيك حمد الله. حمد الله شنو بس فهمني؟ حمد الله شنو؟ لك بابا الحمد لله، مو بالالف، لا تخلي الف، تصير الحمد الله، لا تخلي هيجي. الحمد لله. علم يا اخي، ايش وقت اظل اعلم بيك انا؟ ايش كبرك بعد الصير؟ اذا عجبتكم الحلقه سووا لها لايك، واذا ما عجبتكم سووا لها ديسلايك. اتمنى تكون عجبتكم، ولا تنسون تسوون اشتراك للقناه، ولا تريدون تشوفون كل فيديوهاتي بس اكتبوا باليوتيوب يوميات واحد عراقي. ولا تنسون تسوون لايك على صفحتي على الفيسبوك اسمها يوميات واحد عراقي، تقريبا بيها راح توصل ل 20,000 معجب. هاي صفحتي الرسميه ورابطها تلقوا جوه www.facebook.com/iraqday. ولا تنسون تسوون لي متابعه او فولو على الانستغرام على هذا الحساب، بس تكتبه فاست وولف راب، بس تكتب هاي الجمله يطلع لك حسابي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومفتهمين غلط شباب. طبعا بنهايه الحلقه بس حبيت اوضح لكم شغله. اني صفحتي على الفيسبوك وين مسوي لي صفحات على الفيسبوك يعني بحيث مدى اقدر احسبهن تقريبا بال100 صفحه، كلهن اسمهن يوميات واحد عراقي. انا صفحتي الرسميه راح توصل لل20,000 معجب. يعني هاي الصفحات اللي بيها 20 معجب، اللي بيها 100 معجب، اللي بيها 1000 معجب، هذني مو صفحاتي، هذني كلهم تقليد. يشوفون سمعتي وينشرون اشياء انا ما انشرها اصلا. انا بس انشر اشياء عن البرنامج، ومرات انشر صوره الي او هيك يعني، او مناسبه او فد شيء. صفحتي بس تكتبها تطلع لك اول وحده. طبعا اشكر كل من دعمني بهالحلقه وطاني ايش كم فكره. اشكر سيكو شيكو ميكو ورفول الشمريه العلم، على راس كلكم وتحياتي.